هل فكرت يوما لماذا يسير معظم الناس في نفس الطريق تقريبا؟ نولد، ثم نذهب إلى المدرسة، ثم نجتهد في الدراسة، ويظل الجميع يردد أمامنا نفس النصيحة: اجتهد حتى تحصل على وظيفة جيدة. نكبر ونحمل هذه الفكرة في عقولنا دون أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما: هل هذا الطريق هو فعلا الطريق الوحيد للحياة المستقرة؟ كثير من الناس يقضون سنين طويلة وهم يجرون وراء هذا الهدف، وعندما يصلون إلى الوظيفة يظنون أنهم وصلوا إلى الأمان، لكن الحقيقة أحيانا تكون مختلفة قليلا. فبعد سنوات من العمل يبدأ بعض الناس في الشعور بأنهم يدورون في نفس الدائرة كل يوم. يذهبون إلى العمل في الصباح ويعودون في المساء متعبين، وينتظرون الراتب في نهاية الشهر حتى تستمر الحياة. ومع الوقت يبدأ سؤال مهم في الظهور: هل هذا هو كل ما في الأمر؟ هل خلق الإنسان فقط ليعمل طول حياته في وظيفة واحدة؟ أم أن هناك طريقا آخر لفهم المال والحرية؟ هنا تبدأ فكرة هذا الكتاب المثير للتفكير. كتاب فخ الوظيفة يحاول أن يكشف لنا جانبا لا ينتبه له كثير من الناس. سنكتشف معا كيف يقع كثير من الناس في هذا الفخ دون أن يشعروا، وكيف يمكن أن يبدأ الإنسان في التفكير بطريقة مختلفة. وقبل أن نبدأ هذه الرحلة الملهمة معا، لا تنسى أن تشترك في القناة وأن تفعل زر الجرس حتى يصلك كل فيديو جديد عن الكتب والأفكار التي قد تغير طريقة تفكيرك. والآن، بعد أن فهمنا فكرة هذه الرحلة، تعال معي لنبدأ أول خطوة في القصة، حيث تبدأ حكاية الطفل الذي كبر وهو يسمع نفس النصيحة كل يوم. وهنا يبدأ الفصل الأول. تبدأ القصة مع طفل يكبر وهو يسمع نصيحة واحدة تتكرر أمامه كل يوم. يقول له الجميع: اجتهد في دراستك حتى تحصل على وظيفة جيدة. يكبر الطفل وهو يصدق أن الوظيفة هي الطريق الوحيد للأمان والاستقرار. تمر السنون وينتهي من دراسته، ثم يبدأ رحلة البحث عن الوظيفة. وعندما يجدها أخيرا يشعر بفرح كبير، كأنه وصل إلى نهاية الطريق. يبدأ في العمل كل يوم ويحصل على راتب ثابت في نهاية كل شهر. في البداية يشعر بالارتياح لأنه يظن أن حياته أصبحت مستقرة، ولكن الأيام تمضي ويبدأ شيء غريب في الظهور. الراتب يأتي كل شهر، ولكنه يختفي سريعا بين المصاريف، الإيجار والفواتير ومتطلبات الحياة لا تنتهي. فيجد نفسه ينتظر الراتب التالي حتى يكمل شهره. يستيقظ كل صباح ليذهب إلى العمل، ويعود في المساء متعبا. وفي اليوم التالي يبدأ نفس الدائرة مرة أخرى. مع الوقت يدرك أن حياته أصبحت مرتبطة تماما بتلك الوظيفة، فإذا توقفت الوظيفة توقف معها الدخل. وهنا يبدأ الفهم الحقيقي للفخ. الفخ ليس في العمل نفسه، بل في الاعتماد عليه وحده. بعض الناس يبدأون في ملاحظة هذا الأمر مبكرا، فيبدأون في تعلم مهارات جديدة والبحث عن فرص أخرى. يفهمون أن الأمان الحقيقي لا يأتي من راتب واحد، بل يأتي من القدرة على صنع أكثر من مصدر للدخل. وعندما يتغير هذا التفكير، تبدأ نظرة الإنسان للحياة في التغير. فالوظيفة لم تعد هي النهاية، بل أصبحت مجرد بداية لرحلة أكبر. ومن هنا تبدأ رحلة الخروج من فخ الوظيفة. بعد أن بدأ ذلك الشخص يدرك أن حياته تدور في دائرة متكررة، بدأ ينظر إلى الأمر بشكل أعمق. لم يعد السؤال عن العمل فقط، بل عن طريقة التفكير كلها. فقد اكتشف أن كثيرا من الناس يعيشون الحياة نفسها تقريبا. يعملون كل يوم وينتظرون الراتب في نهاية الشهر، وعندما يأتي الراتب يذهب جزء كبير منه إلى المصاريف، ثم يبدأ الانتظار من جديد للشهر التالي. ومع مرور السنين يكتشف الإنسان أنه قضى جزءا كبيرا من عمره وهو يجري في نفس السباق. وهنا بدأ ذلك الشخص يطرح سؤالا مهما: لماذا يبقى معظم الناس في هذه الدائرة طول حياتهم؟ الإجابة كانت بسيطة، ولكنها عميقة في نفس الوقت.
كثير من الناس لم يتعلموا كيف يفكرون في المال بطريقة مختلفة، فقد تعلموا كيف يعملون، ولكنهم لم يتعلموا كيف يجعلون المال يعمل لأجلهم. يعتقد الكثيرون أن الحل هو العمل أكثر وأكثر، لكن الحقيقة أن العمل وحده لا يكفي لبناء حرية مالية. مع الوقت بدأ ذلك الشخص يدرك شيئا مهما: المشكلة ليست في قلة الجهد، بل في اتجاه هذا الجهد. فإذا كان الإنسان يعمل طول الوقت ولكنه لا يبني أصولا أو مصادر دخل جديدة، فسيظل مرتبطا بوظيفته طول حياته. ولكن إذا بدأ في تعلم مهارات جديدة وفي البحث عن فرص مختلفة، فقد تبدأ حياته في التغير تدريجيا. وهنا يبدأ الطريق الحقيقي للخروج من الفخ، طريق يبدأ بتغيير التفكير قبل تغيير الظروف. ومع هذا الاكتشاف أدرك ذلك الشخص أن الرحلة لم تبدأ بعد حقيقة، فهناك أشياء أكثر يجب أن يفهمها عن المال والحرية. وهنا تبدأ خطوة جديدة في هذه الرحلة، خطوة تقودنا إلى فهم أعمق لكيف يفكر الناس في العمل والمال. وهذا ما سنكتشفه في الفصل التالي. يستمر ذلك الشخص في التفكير بعد أن بدأ يفهم أن المشكلة ليست في العمل نفسه، وبدلا من أن يكتفي بما تعلمه في حياته السابقة، قرر أن يلقي نظرة أعمق على ما يحدث حوله. بدأ يلاحظ الناس في أماكن العمل وكيف يقضون ساعات طويلة وهم يعملون بجد، ولكن القليل منهم فقط هم الذين يبدون راضين عن حياتهم. وكان السؤال الذي يدور في ذهنه هو: ما السبب؟ لماذا يعمل الجميع تقريبا بنفس الطريقة ولكن النتائج تختلف؟ مع مرور الوقت بدأ يدرك شيئا مهما: ليس كل من يعمل كثيرا يصل إلى نفس النتيجة، فبعض الناس يعملون سنين طويلة دون أن يتغير وضعهم المالي كثيرا، بينما هناك أناس آخرون يبدأون في تغيير حياتهم خلال فترة أقصر. وهنا بدأ يفهم فكرة جديدة: الموضوع ليس فقط في كم العمل، بل في طريقة التفكير أيضا. فالشخص الذي يفكر فقط في الراتب سيظل دائما ينتظر الراتب، أما الذي يبدأ في التفكير في الفرص فقد يرى أشياء لا يراها غيره. بدأ يدرك أن الفرق بين الناس ليس في قدرتهم على العمل فقط، بل في طريقة نظرهم إلى المال والفرص. بعض الناس يرون الوظيفة كنهاية للطريق، وبعضهم يرونها مجرد خطوة في طريق أطول. ومع هذا الفهم بدأ يسأل نفسه سؤالا آخر: ماذا لو كان هناك طريق آخر للتفكير في العمل والمال؟ ماذا لو كان الإنسان قادرا على أن يصنع فرصه بنفسه؟ هذه الفكرة بدأت تغير طريقة نظره للحياة، وبدأ يدرك أن الخروج من الفخ لا يبدأ بتغيير الوظيفة فقط، بل يبدأ أولا بتغيير طريقة التفكير. ومع هذا الاكتشاف الجديد أصبح مستعدا لفهم خطوة أخرى في هذه الرحلة، خطوة قد تغير الطريق الذي ينظر به الناس إلى العمل والثروة. مع مرور الوقت بدأ ذلك الشخص يرى الأمور بوضوح أكثر، فقد أدرك أن الكثير من الناس لا يقعون في فخ الوظيفة بسبب العمل نفسه، بل بسبب الطريقة التي يفكرون بها في المال والأمان. ففي الطفولة يتعلم معظم الناس أن الأمان يعني وظيفة ثابتة، ويكبرون وهم يصدقون أن الراتب الشهري هو أفضل طريق للحياة المستقرة. ولكن مع التجربة بدأ يلاحظ أن هذا الاعتقاد ليس دائما صحيحا، فالراتب قد يعطي شعورا مؤقتا بالأمان، لكنه لا يصنع حرية حقيقية. كثير من الناس يعملون لساعات طويلة، ولكنهم يبقون مقيدين بنفس الحياة لسنوات طويلة، ينتظرون ترقية أو زيادة الراتب على أمل أن تتحسن حياتهم. لكن الحقيقة أن هذا التحسن يكون في أحيان كثيرة بطيئا جدا. وهنا بدأ يفهم فكرة أخرى مهمة: الأمان الحقيقي لا يأتي من مصدر واحد للدخل. فإذا كان الإنسان يعتمد على وظيفة واحدة فقط، فإن حياته تبقى مرتبطة بهذه الوظيفة تماما. ولكن إذا بدأ في بناء مصادر أخرى للدخل، فقد يبدأ الشعور بالحرية في الظهور تدريجيا. ومع هذا الفهم تغيرت طريقة نظره إلى العمل،
لم يعد يراه كنهاية للطريق، بل بدأ يراه كوسيلة للتعلم وبناء الخبرة. وبدلا من أن يكون هدفه هو الراتب فقط، أصبح هدفه هو تعلم أشياء جديدة تفتح أمامه فرصا أكبر. وهنا بدأت رحلته في الانتقال من مجرد موظف ينتظر الراتب إلى شخص يبدأ في فهم كيف يمكن للمال أن يعمل لأجله. وكان هذا الفهم هو الخطوة التالية في رحلة الخروج من فخ الوظيفة. مع تغير طريقة تفكيره، بدأ ذلك الشخص ينظر إلى حياته بعين مختلفة. لم يعد يرى العمل مجرد وسيلة للحصول على الراتب فقط، بل بدأ يراه فرصة للتعلم وفهم كيف يعمل العالم من حوله. وبدأ يلاحظ أن بعض الناس يستخدمون وظائفهم كخطوة لبناء شيء أكبر. هم لا يعملون فقط من أجل الراتب، بل من أجل الخبرة والمعرفة التي يكتسبونها كل يوم. ومع الوقت بدأ يفهم أن أكبر فرق بين الناس ليس في قدرتهم على العمل، بل في طريقة استفادتهم من تجاربهم. فبعض الناس يقضون سنين طويلة في نفس المكان دون أن يتغير شيء في حياتهم، وبعضهم يستخدمون كل تجربة للتعلم والتطور. وبدأ يسأل نفسه سؤالا جديدا: ماذا لو كان العمل مجرد مدرسة أخرى في الحياة؟ مدرسة يتعلم فيها الإنسان كيف يدير المال، وكيف يفهم الفرص، وكيف يبني شيئا خاصا به في المستقبل. ومع هذا الفهم بدأ يركز على تعلم مهارات جديدة. لم يعد هدفه هو البقاء في نفس المكان طول العمر، بل أصبح هدفه هو التطور والنمو المستمر. وكلما تعلم شيئا جديدا، بدأت أبواب جديدة تفتح أمامه، أبواب لم يكن يراها من قبل. وهنا بدأ يدرك أن الحرية المالية لا تبدأ بالمال نفسه، بل تبدأ بالعقل الذي يتعلم كيف يصنع الفرص. ومع هذا الاكتشاف، أصبح أكثر استعدادا لفهم خطوة أعمق في هذه الرحلة، خطوة ستجعله ينظر إلى المال والعمل بنظرة جديدة تماما. مع تطور فكره وفهمه للطريقة الصحيحة، بدأ ذلك الشخص يرى أن الوظيفة ليست هدفا نهائيا، بل هي أداة للتعلم والاستفادة من الخبرة والمعرفة. فكرس وقته لتعلم أشياء جديدة، وبدأ في بناء مهارات تساعده على استخدام الوظيفة كمنصة للنمو. وبدأ يدرك أن المستقبل المالي لا يبنى في يوم واحد، فهو يتطلب صبرا وتخطيطا دقيقا وتطويرا مستمرا. وكل يوم كان يتأمل في قدرته على الاستفادة من المصادر المتعددة، ففهم أن الاعتماد على وظيفة واحدة لا يكفي. بدأ يبني أسسا جديدة، ويسعى لتوسيع أفقه في المال والأعمال. وفي كل مرة كان يدرك أن التعلم هو مفتاح الفرص، وبدأ يستخدم مهاراته لتحسين وضعه المالي وبناء أسس لحرية أكبر. وتعلم أن كل فرصة جديدة تكمن في تجربة صغيرة أو تفكير مختلف. وبدأ يفهم أن المال لا يكمن في الراتب فقط، بل في القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. فهو يتطلب جهدا لتغيير طريقة النظر إلى الحياة والوظيفة. وبدأ يرى أن التخطيط والانضباط هما أساسان النجاح المالي. وكل يوم كان يتعلم أشياء جديدة توسع فهمه، وبدأ يدرك أن خطوات صغيرة مستمرة تؤدي إلى نتائج كبيرة. وفهم أن الاستثمار في نفسه ومهاراته هو أفضل من الاعتماد على راتب وحده. وبدأ يفهم أن النمو والمال يتطلبان شجاعة وتخطيطا ووعيا، وكل تجربة صغيرة كانت تساعده على الاقتراب من الحرية الحقيقية. وبدأ يفهم أن فهم السوق والاستفادة من الفرص هو مفتاح للنمو المالي. وبهذا أصبح مستعدا لفصل أعمق فيه سيتعلم كيف يبني فرصه ويخرج من الفخ كليا. حسنا، هذا هو الفصل السابع من كتاب فخ الوظيفة بالتشكيل، ومترابط مع الفصول السابقة، ويتكون من أكثر من 20 جملة. شرطة سفلية 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 شرطة سفلية
شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية شرطة سفلية. بعد كل ما تعلمه في الفصول السابقة، أدرك أن الحرية المالية لا توجد في وظيفة واحدة، فهي تكمن في استخدام المهارات والفرص لبناء شيء أكبر. وبدأ يدرك أن الاستثمار في نفسه هو أكبر أسلحة للتغلب على الفخ، فكل مهارة جديدة يتعلمها توفر له فرصة للنمو والتطور. وبدأ يرى أن خطوات صغيرة مستمرة قادرة على إحداث تغيير كبير في الحياة، وأن الاستمرار في التطوير والتعلم يؤدي إلى حرية وسعادة حقيقية. وفهم أن المال لا يقاس بما يكسبه الشخص من الراتب وحده، بل بقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحقيق أهدافه. وبدأ يرى أن الفرص تكمن في أي مكان وفي أي وقت، وأن الشجاعة في الاقتراب منها هي مفتاح النجاح. وفي كل يوم كان يدرك أن التخطيط والانضباط هما أساسان لبناء مستقبل مالي متين، وأن القدرة على تحميل المخاطر الحسابة تمكنه من التقدم بثقته. وأدرك أن كل فشل هو درس، وكل نجاح هو نتيجة تجارب سابقة، وأن التواصل مع الناس وتطوير العلاقات يمكنه من الاستفادة من الفرص المختلفة. وبدأ يفهم أن التغير يتطلب صبرا وإرادة ورؤية واضحة، وأن الحرية الحقيقية لا تؤتى بالرغبة فقط، بل بالإصرار والتخطيط. وبهذا الإدراك أصبح مستعدا لبناء حياة جديدة، حياة فيها الحرية والفرص والاستقرار النفسي والمالي. وبدأ يرى أن الراتب لا يعني أمنا، بل ما يعني أمنا هو الفهم والاستفادة من الفرص، وأن الطريق للثروة والحرية يمر بتطوير المهارات والاستمرار في التعلم. وهكذا أصبح ذلك الشخص أكثر وعيا بحياته وخطواته، وأدرك أن الرحلة ليست مجرد عمل وراتب، بل هي رحلة تغيير في طريقة التفكير والحياة. وبهذا الاكتشاف تم استعداده للدخول في الحياة بطريقة جديدة، حياة فيها الفرص والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وبناء مستقبل مزدهر. وبعد كل ما تعلمته، أدركت أن الحرية والثروة لا توجد في الراتب وحده، فهي تكمن في طريقة التفكير والاستفادة من الفرص التي تحيط بك، وأن الخروج من فخ الوظيفة لا يتطلب رغبة فقط، بل شجاعة وتخطيطا ووعيا وتطويرا مستمرا. كل فشل هو درس، وكل نجاح هو نتيجة تجاربك وخطواتك الصغيرة، وكل فرصة تتعلمها تقربك من الحرية والاستقرار المالي. وأدركت أن الوظيفة قد تكون بداية، لكن النجاح والثروة يتطلبان أكثر من ذلك. وبدأت تفهم أن استثمارك في نفسك هو أكبر أسلحة للتغلب على التقليد والمعايشة الصارمة. وكل يوم كنت تتعلم مهارة أو فكرة توسع أفقك، وكل خطوة صغيرة قمت بها أدت إلى نتائج كبيرة في حياتك. وأدركت أن الاستمرار في التطور هو مفتاح الحرية الحقيقية، وأن القدرة على تحميل المخاطر الحسابة واتخاذ القرارات الصحيحة تؤدي إلى نجاح مستدام. وهذه الرحلة ليست مجرد نصائح مالية، بل هي تغيير في طريقة تفكيرك ورؤيتك للحياة، فهي تعليم لكيف تصنع فرصك وتخرج من القيود التي تحول بينك وبين أحلامك. وأنت الآن مع كل ما تعلمته أصبحت أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ خطوات صحيحة، وأنت مستعد لبناء مستقبل يحقق لك الحرية والثروة والسعادة. وتذكر أن كل تجربة تمر بها هي فرصة للتعلم والاستفادة، وكل فرصة تغتنمها تقربك من النجاح والحرية الحقيقية. وكل فصل في هذا الكتاب يكمل ما قبله ليريك الطريق بوضوح، وكل خطوة صغيرة تقوم بها تؤدي إلى نتائج عظيمة في حياتك. والآن كن مستعدا لتطبيق ما تعلمته، وتذكر أن الرحلة لا تنتهي، فكل يوم هو فرصة جديدة للنمو والازدهار وبناء حياة تحقق لك أحلامك. ولتكون في أقوى وضع، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتتابع كل الأسرار والنصائح.